عاملين ايه؟ النهارده هنعمل القرنبيط من غير ما يشرب زيت ويبقى مقرمش زي ما احنا سامعينه بالطريقه دي. يلا بينا نعمله مع بعض ونشوف هنعمله ازاي. انا طبعا عندي 3 من القرنبيط بالحجم ده، الحجم المتوسط. فما تستغربيش المكونات، انا هقولك مقدار الوحده المتوسطه تعمليها بقد ايه، ولكن انا عامله طبعا 3 اضعاف المكونات. أول حاجة هنجيب القرنبيط ونقطعه من الوسط، ونبتدي إننا نقطع الوردات بتاعة القرنبيط بالطريقة دي. حاولي إنك تخلي القطعة متوسطة، لا هي تبقى كبيرة ولا تبقى صغيرة، ونديله شطفة كده خفيفة على الحوض من غير ما تبتدي إنك تقلبي فيه علشان ما يتفكش من بعضه. نكون مجهزين حلة من المية ونبتدي إننا نحط فيها معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، ونحط معلقة من الكمون، معلقة صغيرة، ومعلقة ملح برضو صغيرة. وأول المية ما تغلي هبتدي أنزل بالقرنبيط بتاعي في المية. المدة الخاصة بالتسوية بالظبط 4 دقايق، ما تزوديش عن 4 دقايق. يعني حطي الموبايل جنبك كده واظبطي التايمر على 4 دقايق، ومش هنطلعه على المصفى ونبرده بالمية، لا احنا عايزينه يكمل التسوية بتاعته. هنا حطينا القرنبيط وحسبنا له على الموبايل 4 دقايق، وهنبتدي اننا نطلعه على مصفى. شايفين لونه ابيض وزي الشمع ازاي؟ وده علشان معلقة الملح الصغيرة اللي احنا حطيناها. هنا الخلطة بتاعتي، لكل قرنبيطة واحدة متوسطة هنحط كوبايتين من اللبن، وهنحط 3 من البيض أو 4. لو البيض صغير هتحطي 4، لو البيض كبير هتحطي 3. هنا بعد ما تحطي اللبن هتبتدي إنك تملحيه بالملح والكمون، وتبتدي انك تدوقيه. هتخلي شويه الملح اعلى سنه في اللبن لانك لسه هتكسري البيض، ومش هينفع انك تدوقي اللبن لما يتحط فيه البيض، فتدوقي اللبن الاول وبعدين تكسري البيض، وتكوني مزوده الملح في اللبن حبه بسيطه. هنا طبعا انا الكميه بتاعتي كنت عامله 3، فبالتالي حطيت 10 من البيض ما بين الصغير وما بين الكبير. وبدات اضربهم كويس جدا. هنا هننزل بالدقيق. الدقيق هنا بالظبط ملوش معيار محدد، تقدري انك تحطيه بالبركه كده، بيبقى القوام اخف شويه من القوام بتاع عجينه الكيك. ونزلنا بباكت بيكنج باودر، انت هتحطي معلقه واحده صغيره للقرنبيطه الواحده. هنحط لكل قرنبيطه متوسطه معلقتين من النشا، معلقتين كبار، ونبتدي اننا نضربهم كويس. وكمان بنحط معلقة لكل قرنبيطة متوسطة، معلقة مفرومة من الثوم، ونبتدي إننا نقلب. القوام الخاص بالخلطة بتاعتنا بيبقى نوعا ما بين الخفيف وبين المتوسط. هسخن الزيت كويس قوي، وأغطس القرنبيط جوه الخلطة، وأخده على الزيت وهو سخن بالشكل ده، وأوطي عليه علشان يستوي من جوه كويس. طبعا القرنبيط بتاعنا مستوي وزي الفل، ولكن عشان الخلطة من جوه متبقاش متعجنة، هنفضل نقلب فيه في الزيت لغاية لما يتحمر كله من جميع النواحي، وبنسمع الصوت بتاع القرمشة بتاعته، وده علشان البيكنج باودر وعلشان النشا اللي احنا حطيناه. وهنا طلعناه على مصفى. لما تطلعي القرنبيط بلاش تحطيه على مناديل، حطيه على مصفى يصفي الزيت بتاعه كله. اصلا هو مش هيشرب زيت بسبب النشا والبيكنج باودر، هتلاقيه طارد للزيت نوعا ما، مش هيشرب منك زيت خالص. الزيت في البداية بيبقى سخن، وبعدين بوطي عليه، واخر دقيقة بعلي عليه. شايفين لونه من جوه عامل ازاي؟ زي الفل، ومقرمش ومستوي، وكمان مش شارب زيت. وبألف هنا وشفا.